خلينا نبص بغض النظر عن كتابات كتير عن لوحة شهيرة جدا اسمها لوحة أنين. هو كاهن أون وهو مستشار مصر السفلى، وفي دلائل كتيرة جدا بتربطه بدرجة قرابة بالملكة تي نفسها كأخ ليها. في عهد مين بقى؟ في عهد أمنحتب الثالث، هذا الملك العظيم. فالراجل دوت ليه مقبره موجوده في الاقصر، في اجزاء كبيره منها للاسف اتسرقت على بره، لكن الحوائط والجداريات الموجوده على الحائط موجوده. ففي حائط جداري شهير جدا هنوريه لكم اهوت، والحائط الجداري دوت مكتوب فيه الاسماء الاسرى، نماذج للاسرى التسعه من الممالك التسعه اللي هم اعداء مصر اللي بيرمزوا ليهم بالاقواس التسعه، تحت رجلين الملكه تي وقدامها الملك امنحتب الثالث. لان الصوره طبعا الجداريه كبيره جدا، مصوره الملك والملكه كبار جدا، بس مش كل الصوره مكتمله، لكن اساميهم مكتوبه جوه الخرطوشه الملكيه اللي قدامهم. نبص تحت على الاسير اللي موجود، تاني اسير على اليمين اللي هو هنلاقي شكله بالشكل القوشي ومكتوب جنبه قوش. شايفين الكتابه؟ الكتابه ديت هي كتابه كلمه قوش في المصري القديم. هنلاقي كتابه مصر الكلمه قوش متكرره في المصري القديم باكتر من شكل زي دول، في ديت واحدة منهم. فالأدلة القطعية بالكتابة على إن القوش والمصريين القدماء كانوا أعداء حتى في عهد أمنحتب الثالث والملكة تي هي مش محتاجة نكران.